برج الجوزاء من 3 بإذن الله حتى 9 من شهر ديسمبر. يلا بينا كده معاكم مريم من قناة ميام رحيم سكالايت. يلا بينا. أولا هاخد لك يا جوزاء كارت، تعالى بقى عشان نشوف كويس. كارت من هنا ومن هنا، كارتين من الملايكة وكارتين من حد ليك. قبل ما نبدأ القراءة على طول ب5 كروت طاقة ليك والطاقات اللي حواليك. ماشي، أول كارت ليك الملايكة بيقول لك لاف. اوكي لاف، طاقة الحب حواليك. اوكي تعالى بقى كده. خد لك كارت من هنا ونشوف ايه الحكاية. الايس اوف وينتر. الايس اوف وينتر هو كارت عايز يفهمك الحقيقة، الملايكة عايزين يفهموك هنا انك انك تمشي اتجاه هدفك وما تخليش الشالنجز او التحديات توقفك او تكون عقبة في طريقك ابدا. ماشي، كمان في افكار جديدة حلوة في دماغك، اعتقد انك مهتم انك تنفذها. هنا بيقولوا لك نفذها، وملايكة معاك قوي النهارده. يلا بينا كده اخد لك كارتين من حد ليك، المهم انك تحط حد في بالك يعني. يلا بينا. طيب حد هنا بيقول لك I'm so attracted to you. حد بيقول لك انه منجذب ليك جدا دلوقتي، مش عارفه ليه، انا حاسه بطاقه حب وياك حواليك يعني. طيب تعالى كده نشوف. كارت نزل لوحده، لا هنزل لك كارت تاني عشان الهونستي والامانه، لان الكارت دوت كأن حد عايزنا انزلهولك يعني. حد بيقولك انت بتاعي، حد بيقولك انه لو شافك مع حد غيره بيزعل. خد لك كارت تاني من هنا، بس حط طبعا برضو حد في بالك وانا هاخد لك كارت منه دلوقتي. طيب نفس الشخص بيقولك انبلوك مي، انت عامل بلوك لحد، هو ممكن يبقى بلوك طاقي. يعني هنا بيقولك كده، بيقولك فك البلوك طاقيا او حقيقيا، في الحالتين فكه يعني. هو اللي بيقولك كده، ماليش علاقه طبعا. يلا بينا. 5 كروت طاقه وده المهم طبعا. طاقتك إجازات، طاقة الأشخاص اللي حواليك، كل شيء نقدر نعرفه عن طاقتك وعن الطاقات اللي حواليك. أول كارت طاقة ليك الهانجت مان، واضح إنك بتفكر في حاجة يعني، واقف كده مستعد لحاجة يعني. جاستس، 7 اوف كاب، انت عندك اوبشنات. شارد، انت عندك اوبشنات في العلاقات، انت واخد بالك؟ ماشي. الايس اوف سورد، الفور اوف بان. عارف لما بيقول لك المثل اللي هو بيقول لك بني ادم لما بيلاتجو او بيعمل كده، اللي بيعمله كده يعني، لو انت بتعمل كده الحد اللي انت بتعمله كده ده بيجري وراك. ده بالظبط اللي قدامي هنا. في حد مستعد ان هو يحارب عشان يوصل تاني لطريقك او لمكانك او ليك. الشخص ده ممكن يبقى برجه ترابي الحقيقة او هوائي، اي حاجة تانية ممكن برضو، بس انا شايفاها دي الابراج بالذات يعني الاليمنت اللي قدامي، ممكن يبقى اي حاجة تانية، ممكن يبقى اسد مثلا، الله اعلم. طيب اهو الشخص ده هنا كده، بس اللي انا شايفه حواليك حلو، عاجبني ان في فرص. طيب واو، تعالى كده ندخل على تاني كارت. طبعا امسك الخشب. ندخل على تاني كارت على طول. ليه؟ الشمس، سعادة. ايه الحلويات، ايه الحاجات الحلوة، انا مسكت الخشب. تعالى كده نشوف. الديفل بعد الشمس، ثم السيفن اوف بنتكاس، ثم الايت اوف كاب، الكينج اوف كاب. انت مشيت وسبت حد. نايت اوف كاب، انت مشيت وسبت حد، او مشيت وسبت حد وراك، صح؟ اوكي، والشخص دوت دلوقتي معاه طاقتين مختلفين، طاقة فيها زعل وطاقة فيها حب ناحيتك، وكأنه بيتهمك بانك سبته في طريق معرفش ايه ده. طيب ده اللي حاصل قدامي، انتوا عارفيني لما باجي افسر الطاقة افسرها بالظبط، صح؟ صح، القراءة عما قد لا تنطبق على الجميع، لكن الطاقة طاقة برضه. طيب الهرمت،
تالت كارت طاقة ليك. انت سبت حد، او مهتم بحاجات، او بشخص غير الشخص، او مهتم باشياء غير الاشياء. الايت اوف سورد. طيب انت بتعذب شخص هنا من غير ما تاخد بالك ولا ايه؟ الورلد، في حد عايز يقرب لك قوي. فايفون بتخانق في دماغه عليك. القمر، انت مش واخد بالك. اولا انت مش واخد بالك من طاقات حلوه حواليك، ومنها طاقه هذا الشخص طاقته حلوه جدا وزعلان. في زعل في طاقته بسببك نوعا ما بسببك. كارتك التالت عباره عن ميكس كده. انت بتعمل ايه والناس حواليك بيعملوا ايه؟ يعني في اشخاص كتيره، او طاقات، لان احنا هنا بنناقش طاقات مش اشخاص يعني. والطاقه هي روح، صح؟ في طاقات لأشخاص أعتقد إنهم بيحاولوا يقربوا منك، ولكن لاقيين ريجكشن أو رفض. في رفض في طاقتك، في رفض في طاقتك، ومش عارفة ليه حاسة الرفض ده بناء على حاجات حصلت قبل كده من الشخص ده أو من بعض الأشخاص. وأنت دلوقتي متجه اتجاه معين، في حاجة في دماغك عاوز توصل لها، عايز تطلع من الطاقة ديت، من طاقة الشخص ده، مع إن في حب. معرفش، أنا شفت بقى الميكس. يعني كأنك عاوز تبعد، تسلت نفسك كده وتبعد. اوكي، بس عشان تعرف في خناقه في دماغ هذا الشخص. في اشخاص كتير حواليك انت مش واخد بالك. في طاقات حلوه حواليك، طاقات حلوه، حتى ممكن تكون كمان طاقات فيها ماده او عمل او كده كمان، او عاطفه، كذا حاجه وانت مش واخد بالك. فايف كاب ويا هذا الشخص بكارتك التالت. ايه ده؟ القراءه كلها عن شخص زعلان منك. لا بس الطاقات اللي حواليك حلوه جدا جدا. 6 اوف بنتكلز. في خد وهات مع اشخاص تانية قدامك اهي. في حاجات بدأت تظهر لك حلوة وانت شايفها. الهاي بريست، الفور اوف سورد، السترينث، الفول، الامبر بعد الفول، وهنا البيج اوف فن. لا بقى، ده في حد هنا في كارتك الرابع مصمم عليك، مصمم ان هو مش هروح في حتة. انا عايز الجوزاء. مش عارفة ليه حاساك شايف ده. شايف ده او حاسس بيه، بس مش عاوز تديله انتباه، او مش عاوز تديله اهتمام اكبر. مش عارفه ليه، مش عارفه ليه. مع ان في وقت من الاوقات الشخص دوت كان مهم جدا بالنسبه لك. دلوقتي انت قوي جدا عليه، اقوى منه يعني في طاقتك. كمان في الفول هنا وفي الفور اوف سورد، وكانك تقول انا استشفيت منه حاجه كده. طيب بس في اشخاص تانية هنا، او في على الاقل شخص تاني معاك، او انت بتحاول تقرب منه، صح؟ هو ده اللي انا شايفاه بقى. ما اعرفش انت هتقول لي ايه. طاقتك حلوه الحمد لله، ما شاء الله يعني. الله اكبر عليك. امسك الخشبه تاني. في حاجات حلوه قدامك كمان. كارتك الخامس الطاقه هو التري فوند. حد مستنيك يا جوزاء. كاني حاسه ان هذا الشخص بيقول لي انا ناوي على بدايه حلوه، انا عاوز حاجه حلوه. وهي الجوزاء، الماجيشن، الكينج اوف بنتكل، النايت اوف سورد، والايت اوف فن. في ايه هنا؟ بيج اوف فن. انت كانك بتقول انا اتعلمت ازاي احمي نفسي من الطاقات دي. هي طاقات حلوه، بالعكس الطاقات اللي انا شايفاها حواليك دلوقتي في الطاقه دي طاقات حلوه، طاقات ناس طاقتها حلوه. بس انت بتفكر بعقلك اكتر، مع ان قدامك بدايات كتيره قوي. تقدر تجذب كمان حاجات كتيره قوي، منها اشخاص هنا انا شايفاهم في الانتظار، في انتظارك. بس اللي انت بتقوله لي انا كده كويس من غير الشخص الفلاني. مش عارفه، انت نفسك ممكن تكون مش حاسس انك بتقول كده، بس انت بتقول كده. مش عارفه ايه ده. في حد تاني يعني. هو انا حاسه على فكره، خد بالك ان انا قدامي اكتر من طاقه. انا ركزت بس على طاقات الاشخاص اللي بيتحايلوا عليا عشان اتكلم عنهم، لان هنا حاسه في طاقات مركزه نفسها قوي في طاقتك هنا، عاوزاني اقول عليها او عاوزاني اتكلم عنها. فخد بالك قوي من دوت. يعني في طاقات جد، في طاقات اشخاص جد الحقيقه، ممكن انت تكون لسه مشوفتهمش. في يعني طاقات لاشخاص في حب في قلبهم بجد يعني ناحيتك برضو. انت الاهم، انت اللي عارف انت عاوز ايه. ممكن تكون الطاقة اللي انت بتتعامل وياها دلوقتي طاقة منهم، لو انت بتتعامل فعلا مع حد دلوقتي. فانا مش عارفة بقى بصراحة. الجوزاء بيحيرني ساعات في الحتة ديت. ليه؟ لانك خليني اقولها لك كده.
انا مش هقول انك مزاجي، لا انت مش مزاجي قوي، انت مزاجي شويه مش قوي يعني، ولكن آه عندك طريقه بتشوف بيها التفاصيل في العلاقات عموما عندك بشكل الناس تانية ما تقدرش تشوفها بنفس الشكل ده. فعموما هيتضح ليك الاسابيع الجايه والايام الجايه، يعني الايام الجايه، انه هي في حد فعلا لسه مصمم عليك قوي. تعالى كده خد لك كارت من هنا مبدئي، شوف الملايكه يقول لك ايه هنا. الله، التين في وينتر. التين في وينتر بيقول لك الحياه، بيقول لك the resolution of difficulties، يعني في صعوبات بتخلص منها خلاص. a weight lifted off your shoulders، كمان في تقل كده على اكتافك بيروح لحاله. the end of an addiction or codependency. طيب يعني في حد كنت بتعول عليه كتير في حياتك، خلاص ما بقتش تعمل كده، بقيت تعول على ربنا وعلى نفسك وبس. طيب تعالى كده اخد لك كارت من هنا. في كارت عمل فليب، هيلينج. تعالى كده، اعتقد الهيلينج والاستشفاء اللي انت قمت بيه قواك قوي. تراست، ثق في ربنا وفي نفسك، واعتقد انك في مرحلة وصلت فيها في استشفائك، لانك اقل حاجة بقت تبسطك دلوقتي فعلا عندك ثقة في اللي جاي، وعجباني طاقتك الحقيقة. تعالى كده كلنا باذن الله نخش في الطاقة الجميلة دي. تعالى يا جوزاء ناخد لك كده كارتين. حط حد في بالك وانا اخد لك منه كارتين. طيب حد هنا بيقول لك انا عاوز اقول لك انا حاسس بايه، حد بيقول لك عاوز يكلمك عن احاسيسه، يقول لك هو حاسس بايه. طيب تعالى كده اخد لك كارت من هنا من حد برضه، حط حد في بالك كده. لا بقى في ايه؟ في حد بيقولك انه ضايع من غيرك. انا فعلا اقدر اشعر دلوقتي بطاقة هذا الشخص وانا بتكلم عنه طول القرايه، وكانه بيقول لي اتكلمي عني يا مريم. والله فعلا الشخص ده كانه بيقول لي كده، كانه بيقول لي اتكلمي عني، اتكلمي عني، اتكلمي عني للجوزاء. فانا انا حاسه فعلا بطاقة حد مش بس عايز يبقى معاك، لا هو ممكن يكون في الطاقه ديت ممكن يكون بيتمنى ان انت تاخد بالك منه. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ ايه الله اكبر، امسك الخشب، ايه الحظوظ الجامده دي؟ ايه يا معلم ده؟ طبعا بشكر الجوزاء جدا، اشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي. بيس.